انيون. لو نعمل اكتر حاجه مفضله بالنسبه لي هي الرامن. الرامن دي انا باكلها من وانا في اعدادي. اول حاجه بدات بيها واول حاجه حبيتها جدا جدا، وكانت هي رفيقي في وقت احزاني ووقت فرحي جدا، ولسه مستمره معايا لحد الان. يلا نعملها مع بعض. النوع ده انا اول مره استخدمه، بس كنت سمعت كتير عنه ان هو في ناس بتقول حلو وفي ناس بتقول وحش، قلت اجيبه اجربه بنفسي. النوع ده وانا بجيبه كنت فاكراه ان هو العادي مش الحار، بس وانا بعمله لقيته ان هو الحار. غلينا الميه الاول وحطينا المكرونه، وهحط الصوص الاحمر اللي انا اتفاجئت بيه طبعا، بس هو مش سبايسي قوي. لما كترت الميه شويه كان لطيف جدا وما تعبليش معدتي، لان انا معدتي حساسه من الشطه. كان لطيف وكان طعم الجبنه متناغم جدا مع السبايسي، وده كان اول مره اجربه. اجمل حاجه في الرامن الشوربه بتاعته، لا غنى عن الرامن بدون شوربه، ما ينفعش. فضيناها بعد ما استوت، نحط الصوص. يعني الصوص الاحمر فيه طعم الجبنه زائد طعم الجبنه اللي هو لوحده التوابل، فده كان زود النكهه جدا وخلاها احلى كتير. ضفنا التوابل، هنقلبه. طبعا لازم البيض، ما ينفعش رامن من غير بيض. بالنسبه لي البيض اهم من الرامن، وخصوصا يكون الصفاره نص سوا. يا جماعه انا جعت، انا هقوم اعمل رامن بالبيض. باي باي، انيون.